اجتاحت موجة من الطيور المهاجرة ريف فرنسا، حيث قضت آلاف الطيور بسبب تفشي فيروس إنفلونزا الطيور بشدة منذ شهر أكتوبر الماضي. بحيرة لودير الواقعة في منطقة جراند إيسا تحولت من محطة استراحة طبيعية لهذه الطيور إلى مسرح موت جماعي، حيث عثر على آلاف الجثث على ضفاف البحيرة وفي المياه، ما أثار الذعر بين مراقبي الطيور والسكان المحليين على حد سواء. آلاف الطيور المهاجرة التي عثر عليها نافقة لم تمت بشكل طبيعي، بل كانت هزيلة بسبب الإنفلونزا، ما جعل المختصين يرسلون جثثها إلى مختبرات متخصصة لإجراء التحاليل اللازمة لتأكيد استمرار نشاط الفيروس أو توقفه. منذ 20 أكتوبر نشهد حالة من إنفلونزا الطيور التي تصيب بشكل أساسي طيور الكركي العادية، وقد عثر على عدد كبير من هذه الطيور ميتة أو على وشك الموت نتيجة هذا الفيروس الذي يؤثر فقط على الطيور. وفي المنطقة بأكملها محافظة هوتمار ومحافظة مار وأجزاء من محافظة أو بلغ عدد الكركيات التي قضى عليها هذا الفيروس حتى اليوم ما بين 7,000 و10,000 طائر. المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي كشف أن نحو 10,000 طائر كركي نفق في المنطقة، وجمعت أكثر من 5,000 جثة بالقرب من بحيرة دير. الفرق الميدانية تم نشرها بشكل عاجل في وقت جرى فيه وضع المزارع في المنطقة تحت الحجر الصحي لمنع انتشار الفيروس، لأن الوباء لا يؤثر فقط على الطيور المهاجرة، بل كذلك شديد العدوى على دواجن الدجاج، ويترك آثارا مدمرة على القطيع. طيور الكركي التي تعد رمزا للهجرة السنوية وتعبر آلاف الكيلومترات بين أوروبا وشمال إفريقيا، أصبحت ضحية وباء اجتاح مناطق توقفها التقليدية، وخاصة حول بحيرة دير، حيث كانت آلاف الطيور تتجمع سنويا للراحة والتغذية قبل مواصلة رحلتها. الخبراء البيئيون يشيرون إلى أن الكركي المهاجر لطبيعته الاجتماعية واعتماده على تجمعات كبيرة خلال الهجرة يصبح أكثر عرضة للعدوى في مثل هذه الظروف. وفي بحيرة دير وحدها التي تجتذب حوالي 100,000 كركي سنويا، تنتشر العدوى بسرعة بين الطيور المتجمعة، مما يؤدي إلى نفوق جماعي يفوق قدرات الفرق الميدانية على التدخل الفوري. سيتم نقل الطائر إلى أقرب مختبر بيطري، سيتم أخذ المساحات والتي سترسل بعد ذلك إلى مختبر معتمد ليتمكن بدوره من إجراء التحليلات للكشف عن الفيروس، مما سيساعد على تأكيد ما إذا كان الفيروس ما زال نشطا أم لا. بحيرة لوك دو دير تعد مقصدا شهيرا لهوات مراقبة الطيور، ويجذب الموقع سنويا آلاف السياح الذين يأتون للاستمتاع بمشاهدة طيور الرافعات خلال الشروق والغروب. غير أن التفشي الحالي للفيروس أدى إلى قلق بين الزوار والمراقبين وسط إجراءات احترازية مشددة وضوابط على حركة الزوار بالقرب من البحيرة. وتترتب على موجة نفوق الطيور أضرار بيئية محتملة، حيث تؤثر على النظام البيئي للبحيرة، بما في ذلك سلاسل الغذاء الطبيعية التي تعتمد على الطيور المهاجرة، وتزيد من الضغوط على السلطات البيئية للتدخل السريع ومنع انتشار الأمراض إلى الطيور المحلية. وتستمر فرق المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي في مراقبة الموقع وجمع الطيور النافقة لضمان الحد من انتشار الفيروس بين الطيور البرية والمزارع المجاورة. مع استمرار موسم هجرة الطيور، يبقى احتمال نفوق المزيد من الطيور وارداً، خصوصاً مع وصول طيور جديدة قد تكون حاملة للفيروس، مما يجعل اليقظة البيئية والاحترازات الوقائية أمراً ضرورياً للحفاظ على الحياة البرية وسلامة قطاع الدواجن في المنطقة. وفي سياق مراقبة الطيور، ينصح المختصون الزوار الذين يتنزهون بالقرب من البحيرة بغسل أحذيتهم جيدا بعد العودة من المناطق العشبية، معتبرين أن السير على الأسفلت أقل خطورة. إذا كان لدي نصيحة، إذا كنت قد مشيت على العشب فاغسل حذاءك جيدا. الصابون والماء الدافئ كافيان كإجراء احترازي، أما السير على الأسفلت فهو أقل خطورة.
وتترتب على موجة نفوق الطيور أضرار بيئية محتملة، حيث تؤثر على النظام البيئي للبحيرة، بما في ذلك سلاسل الغذاء الطبيعية التي تعتمد على الطيور المهاجرة، وتزيد من الضغوط على السلطات البيئية للتدخل السريع ومنع انتشار الأمراض إلى الطيور المحلية. يشير خبراء المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي إلى أن الطيور المهاجرة تلعب دورا أساسيا في نقل الفيروسات بين المناطق، وأن التفشي الحالي يمكن أن يؤثر على أنواع أخرى من الطيور في المنطقة، بما في ذلك البط البري والطيور المائية الصغيرة. ويخشى المختصون من أن تصل العدوى إلى بيئات طبيعية حساسة، ما قد يهدد التنوع البيولوجي المحلي. بينما يبدو أن سرعة انتشار الفيروس بدأت تتباطأ، يبقى موسم الهجرة مستمرا، وقد تصل طيور جديدة محملة بالفيروس إلى المنطقة. ويؤكد خبراء التنوع البيولوجي أن التدابير الوقائية مثل الحجز داخل الحظائر ومراقبة الطيور البرية هي المفتاح للحد من تفشي المرض، بينما تبقى فرق الطوارئ جاهزة للتدخل في حال ظهور أي حالات جديدة. هنا ندخل المبنى في اليوم الثالث أو الرابع، عندما عدت لتفقد الحالة الصحية للدجاج ومستوى النفوق. اكتشفت عندها أن نصف الدجاجات كانت قد نفقت. بدأت الوفيات في 25 من أكتوبر 2025. عندما دخلت حظيرة الدجاج اكتشفت عشرات الدجاجات النافقة. لقد تم وضعنا في الحجر لأن هناك شبهات بوجود انفلونزا الطيور في كل مكان. سارت الأمور بسرعة كبيرة، كان الفيروس معديا جدا، فانتشر بسرعة فائقة بينهم حتى اختفى تقريبا معظم القطيع، ولم يتبقى سوى 200 دجاجة من أصل 3900 دجاجة. ويخشى المزارعون من استمرار خسائرهم المالية إذا لم تتوفر تعويضات كافية أو دعم حكومي، مما يجعل تفشي إنفلونزا الطيور قضية بيئية واقتصادية واجتماعية، وفي الوقت نفسه تتطلب تضافر جهود السلطات والمزارعين والباحثين.